حلو صح؟ إذا اجيتوا على مطعمنا رح تلاقوا حيطان المطعم ملانة لوحات بالتطريز الفلسطيني، بس شو سر اهتمامنا لهذا النوع من الفن؟ تعالوا أحكي لكم. يا ظريف الطول يا ابو صندحوك يلي رابي في التطريز الفلسطيني هي مش بس نقشات حلوة، هي رواية إذا بدك اللي بتحكيها صاحبة الثوب للمجتمع. كان ممكن تعرف مستواها المادي أو الاجتماعي أو الوضع العائلي حتى من النقشات والألوان اللي على الثوب. تخيلي انه حتى انها متجوزة او كم ولد عندها كان ينعرف منه. فالمعروف انه العروس بتطرز على ثوبها نقشة المشط او العصافير، وبعد ما تتجوز بتطرز العصافير موجهين بعض، ولو كانت العصافير باتجاه واحد بتكون دليل على انه هي وحماتها متفقين، ولو لا سمح الله بظهر بعض بيكونوا مختلفين. وممكن يكون الحكي مش بس عن حياتها هي الشخصية، ممكن تكون عن فترة زمنية أو أحداث تاريخية، بس خلوها للمرة الجاية.